السلام عليكم. وعليك السلام. الراجل اللي بيغير المواضيع، اتفضل. لا ما غير المواضيع، بنفس الموضوع نفس الموضوع. طب ايه هو السؤال بتاع الحلقة اللي هتجاوب عليه؟ سؤالك لماذا لم يدافع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن لا، زوجته؟ ما سألتش السؤال ده، مش بتاع الحلقة ده. سؤال الحلقة: لماذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لم يقم العزاء واستبدل العزاء بالأفراح؟ أحسنت. الآن أجاوبك. يا ريت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا الخطاب لمن؟ للمشركين أم للمؤمنين؟ أنا ما سألتك للمؤمنين ولا للمشركين ولا قضيتي في الآية نفس السؤال. أنا بسألك عن علي، لماذا لم يقم العزاء على السيدة فاطمة وأقام الأفراح؟ تفضل. أنت جاوبني حتى ترى بأن يا باشا أنت اللي المفروض بتجاوب على سؤالي يا أستاذ. أنت اللي المفروض بتجاوب على سؤالي، مش أنا اللي أجاوب على الآية. انت ما تخسر شيء، بس قل لي لا للمسلمين والله، لا او والله للمؤمنين. والله ده انا عارف طريقتك وحافظها صم. ده انا ممكن امتحن فيها كل يوم واجيب 100 من 100 كمان في طريقتك. لو سمحت حبيبي سؤال وليد. الحلقة: لماذا علي لم يقم العزاء على فاطمة وأقام الأفراح وليالي الملاح وعرس ودخل بالنساء والدف اشتغل والشربات اتقدم وقعد مع الرجالة والدنيا زي الفل وكان دايما على ذمته 4؟ اتفضل. انت ما تخسر شيء اذا جاوبني حتى يتبين لك بان هذه الآية في نفس الموضوع الذي تتكلم فيه. طيب ماشي، ما فيش مشكلة. هي نفس الشيء، ما فيش مشكلة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين إن أنا ما بسألكم عليه أجرا، أي على هذا الدين، على هذا القرآن، مش عايز منكم فلوس إلا المودة في القربى. يعني معنى إيه؟ راعوا قرابتي. نعم. والقرابة ديت بتشمل ليس علي فقط وليس فاطمة فقط، ولكن تشمل جميع قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل أيضا فيها لو كانت خديجة حية يدخل فيها خديجة، ولو كانت السيدة عائشة موجودة تدخل فيها السيدة عائشة، والكلام ده كله. أيوة بقى، عايز توصل لإيه؟ إذا كان سؤال رسول الله للمشركين هذا قولك. تفضل. نعم تفضل جاوب. إذا كان سؤال رسول الله للمشركين هذا قولك؟ يا باشا ده قول بعض العلماء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أنا مش عايز حاجة منكم سواء مسلم أو كافر. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني راعوا قرابتي، راعوا القرابة اللي ما بيني وبينكم. فأدخل فيها اسمعني بس. إذا كان يكلم المشركين، إذا كان يكلم المشركين مش هيعمل، مش عايز. إذا كان يكلم المشركين يا باشا كان بيكلم المشركين وغير المشركين. الآية أساسا الآية في المشركين، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خلصنا من القصة، غيرت الحوار، استطعت ان انت تغير الحوار، والله ما هتغيره. نرجع بقى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. نرجع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. لماذا لم يقم العزاء وأقام الأفراح؟ اتفضل. اولا جوابك على الآية اقول لك هذا جوابك على الآية. يا عم ولا بوم ولا بومش، يا عم ولا بوم ولا بومش قدام الناس دي كلها. اسمع اسماعيل، وليد اسماعيل، بتهرب. قفلت عليك الصوت. بتهرب. قول لي بقى، بتهرب من السؤال؟ لا ما هربت. خلاص اتفضل جاوبني على السؤال. لماذا علي بن أبي طالب لم يقم العزاء وأقام الأفراح؟ بقيت مسخرة أمام السنة والشيعة. الشيعة عارفين إن أنت هربت من السؤال. اتفضل. والله العظيم أنت المسخرة. ماشي يا عم مسخرة، اتفضل. رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ عليكم بسنتي وسنة يا عم سيبك من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أنا مش عايز، مش هو ده أساسا كلامي. سؤالي هذا جوابي. سؤالي لا ده مش جوابك. هتفضل تسرح بيا وأنا ما بحبش اللي يسرح بيا.
هتفضل تجري مش هاجر وراك. اتفضل سؤالي ألا وهو لماذا علي بن أبي طالب لم يقم العزاء على السيدة فاطمة وأقام الأفراح وليالي الملاح؟ اتفضل. رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأمير المؤمنين اتبع سنة عثمان. اسمع، فأمير المؤمنين اتبع سنة عثمان لأنهم أحرقوا داره ولم يدافع عن زوجته، مع أن بعض الصحابة قالوا أن عجيزتها كبيرة أمامه. أنا مش عافل عليك، أنا مش عافل عليك، لكن بطريقة تانية هطلعك كذاب. اتفضل اقرأ لنا عندما ضربوا عجيزة زوج نائلة زوج عثمان، كان عثمان حي. اتفضل. نعم. فقالوا لعثمان عند ذلك، هذا في الكامل في التاريخ الجزء الثالث صفحة 65. فقالوا لعثمان عند ذلك ادفع إلينا قاتله لنقتله به. قال لم أكن ليقتل رجلا نصرني وأنتم تريدون قتلي. فلما رأوا ذلك ثاروا إلى الباب فلم يمنحهم أحد منه والباب مغلق لا يقدرون على الدخول منه، فجاءوا بنار فأحرقوه والسقيفة التي على الباب، وثار أهل الدار وعثمان يصلي قد افتتح طه، فما شغله ما سمع ما يخطئ وما يتتعتع حتى أتى عليها. فلما فرغ جلس إلى المصحف يقرأ فيه، وقرأ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال لمن عنده بالدار إن رسول الله قد عهد إلي عهدا، نفس ما حصل مع أمير المؤمنين. كمل بس عشان نوصل للعجيزة. كمل. وكذلك أوصى أمير المؤمنين إن رسول الله قد عهد إلي. كمل. فأنا صائر عليه. قد عهد عهدا فأنا صائر عليه ولم يحرق الباب إلا وهم يطلبون ما هو أعظم منه. فأخرج على رجل أن يستقتل أو يقاتل، وقال للحسن إن أباك نذهب إلى صفحة 68 فيها نائلة. ممكن؟ يا راجل يلي مش راجل، يا راجل يلي مش راجل، يا راجل يلي مش راجل، يا راجل يا مرة، يا راجل يلي هنلبسوك باروكة وفستان ونمشوك في الشارع ونقول هي دي المرة. أنا سألتك سؤال قلت لك يا راجل إيه بقى؟ خلاص بقى. سألتك سؤال قلت لك اتفضل اديني الدليل عندما ضربوا عجيزة نائلة، مع إن أساسا الرواية ليس لها سند وهي مروية كده بلا سند، لكن ماشي اديني عندما ضربوا العجيزة كان عثمان بن عفان ساعتها حي أو يستطيع الدفاع عنها، يعني مثلا مش مكبل، مش مذبوح، مش عمال ينزف والكلام ده كله. اتفضل. قال فلما خرج محمد وعرفوا انكساره ثار قتيرة وسودان بن حمران والغافقي، فضربه الغافقي بحديدة معه وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف واستقر بين يديه وسالت عليه الدماء، وجاء سودان ليضربه فأكبت عليه امرأته واتقت السيف بيدها فنفح أصابعها فأطن أصابع يدها وولت فغمز أوراكها وقال إنها لكبيرة العجز. الحمد لله. شفتوا بقى يا أخوانا؟ دي الناس اللي بتقال عليها واو سين خ. يعني ضربوا عثمان الأول وهي راحت تدافع عن سيدنا عثمان، يعني بعد ما اتضرب مش قبل ما اتضرب، وعايز يقارنها بجبانهم اللي ترك مراته اساسا تتضرب وما طلعش وما عملش اي حاجه، عايز يقارنه بينا احنا. الروايه اللي هو بيتكلم فيها ويتحدى الشيعة عن بكرة ابيهم ان هم يدخلوا الروايه ويجيبوا لنا ان هم ضربوا العجيزه بتاعتها قبل ما يضربوه، وان هو كان يستطيع الدفاع عن نائله ولكنه لم يفعل. وهل يا ترى انا هسيبه؟ والله ما هسيبه. خلصت؟ اتفضل بقى جاوب على السؤال. لماذا استبدل علي بن ابي طالب مجلس العزاء بمجلس الافراح؟
ليش تكذب؟ ليش تكذب وليد؟ أنت تقول بعد قتله ضربوا عجيزة نائلة. الغبي ده، الغبي ده. ليه وهي تكذب؟ معلش 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 ليه معلش تكذب؟ معلش 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 معلش. طيب بعد ما ضربوا العجيزة هو عمل ايه؟ قال وضرب، لم يفعل شيئا يا حمار، لانه كان خلاص يا حمار. لما ضربوه طحنوه نزلوا منه الدماء، لما ضربوه طحنوه نزلوا منه الدماء، وهي اتكبت عليه عشان تقيه، ومسكت السلاح بايديها. دي مرة مسكت السيف بايديها، المرة مسكت السيف بايديها فقطع لها صوابعها، فقطع لها صوابعها. يعني المرة ديت افضل من عليكم اللي ساب مراته تتضرب وما وقاها اي حاجة. يبقى الراجل كان فين يا راجل يا مرة؟ يلا بقى تمشي، يلا خلاص كفاية عليك كده. لما ضربوه طحنوه نزلوا منه الدماء. والله دينهم مفضوح يا اخوان، دايما سبحانك يا رب دينهم مفضوح، دينهم مفضوح، دايما دينهم مفضوح. المرة وقت زوجها اللي ضرب، بعد ما زوجها اتضرب بتقي زوجها، يعني خلاص بقى انكبت عليه، يعني بتغطيه، انكبت عليه بتغطيه عشان تقي بقية الضرب. فلما بنكبت عليه مسكت السيف، فالسيف قطع لها صوابعها. وعليهم عايز يقارن بعليهم اللي ساب مراته تتضرب وما حرك ساكنا، ما حرك ساكنا لحد ما اتضربت. جاي يقارن ده بده، جاي يقارن ده بده. لا، انت المفروض ما تعملش مقارنة ما بين عثمان وما بين علي، ده انت تعمل مقارنة ما بين نائلة وما بين علي، لان عثمان اتضرب خلاص. فالمفروض تعمل مقارنة ما بين دفاع امرأة عن زوجها ودفاع عن زوج عن زوجته. حلوة صح؟ حلوة المقارنة ما بين تبقى ما بين نائلة وما بين عليكم. دي ازاي خافت على جوزها، ودي وده ازاي ترك مراته. والله يا اخوانا ساعات احس ان في حسابات، اي نعم هو الاتصال بتاع من العراق، لكن ساعات احس ان الحسابات دي بتدار من هيئات كبرى، وانتوا اللي عارفين الهيئات دي فين، عشان بس ما يتقطع ولا الحلقة تتحذف. والله العظيم لان ما اتخيل ان في بشر كده، ما اتخيل ان في بشر كده يستميتوا على تضليل الناس وقول الباطل وهم يعلمون انه باطل ويقولون باطل، ولكنهم يستميلوا بعض قلوب الاغبياء. الله المستعان. قالوا اتفضل. الو اتفضل. الو السلام عليكم استاذ وليد. وعليك السلام، اتفضل. تمام. طبعا انا اول مره اشاهد برنامج حضرتك واول مره اتصل عليك. انا شيعي من العراق. اتفضل. عايش في روسيا. بس بدي اعرف موضوع الحلقه اليوم لو سمحت. موضوع الحلقة: لماذا إذا كانت فاطمة ماتت مقتولة فلماذا علي بن أبي طالب لم يقم لها مجالس العزاء وأقام الأفراح وليالي الملاح والكلام ده كله؟ يعني بالزواج والطبل والزمر والكلام ده، بلاش زمر، بالدف. طيب طبعا بغض النظر. طيب ممكن أجاوب؟ اتفضل. طبعا بغض النظر أنه الحديث وين إجى أو صحة السند أو إلى آخره. أول شيء عندنا والأهم في صحة الحديث الثلاثة اللي أعطاها الإمام الصادق في السلسلة الذهبية. تمام. أول حديث أنه أي شيء يعارض الإمام أو يدنس قدسية الإمام عندنا إحنا في دين الشيعة، أنا أجاوبك على مذهبنا إحنا. تمام. ما له علاقة في كتبك ولا راح أجاوبك في كتبك. أي شيء يخالف أو يدنس عصمة الإمام
هذا حديث المضروب فيه، يضرب فيه عرض الحال على قول الإمام الصادق. تمام؟ هاي نقطة، هاي في حال الحديث. أما في حال أنه الإمام علي لم يقم العزاء، هذا وارد عندنا وعندكم أنه العزاء مكروه. وفي حديث أيضا أنه على عائشة عندما قتل أو عندما توفي أبو بكر، عمر ضرب عائشة أنه لا تحزن أو تعمل مصيبة في هذا العزاء. أما بالناحية أنه الإمام علي عمل الفرح أو لم يهتم لأمر فاطمة على قولك أنه لديه ثارات أو أنه عمر هاجم وإلى آخره، نحن أجاوبك على ديننا أنه الإمام أمره أمر الله، لا يتحرك خطوة إلا بأمر الله. خلاص حضرتك خلصت؟ نعم. طيب انت حضرتك بتقول ان عندنا ما في حاجه اسمها مجالس عزاء، وده بينكر الواقع الشيعي الان، ده انتوا حياتكم كلها عزاءات. تمام؟ دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اجاوب على النقطه. ماشي انا هجاوبك بس على اللي انت قلته، هجاوبك على اللي انت قلته. احنا كل يوم شايفين عزاء، وكل شويه شايفين سواد، وكل شويه شايفين لطم، شايفين تطبير، وشايفين كل حاجه في كل حاجه. فما تتكلم كتير. النقطة الثانية ودي الأخطر وهي دي اللي هنناقشك فيها، أنت تقول أن فعل علي هو أمر من الله. فعل علي هو أمر من الله، وأن علي لا يفعل شيء إلا بأمر الله، صح؟ نعم. طيب هل علي مخير أم مسير؟ يعني هل له حرية الاختيار في حياته الدنيا أم كل شيء هو مسير فيه؟ طيب فهمت أنا أجاوب. بالنسبة لمجالس العزاء، حكم أنت كما هو معروف عندنا وعندكم حكم الأنبياء والأوصياء، تمام؟ يختلف ما بينهم وبيننا نحن الناس العاديين. مثلا أنه صلوات يعني في صلوات أنه مفروضة عليهم، احنا الناس العاديين ما مفروضه علينا، تمام؟ فمن هاي النقطه نحن بالنسبه لنا نعمل مجالس عزاء مفروضه على النبي اكثر من اللي علينا، ما فيش. نعم. النوافل مثلا، النوافل مفروضه على النبي واجب، اما احنا لا، مستحب. انا ممكن اصلي ممكن ليست مفروضه على النبي صلى الله عليه وسلم. لا انا اجاوبك في ديني. انت عاوز جواب من ديني او من دينك؟ يا باشا انت تجاوبني على جواب عقلي ودينك. يعني انت عندك قرآن غير اللي عندي مثلا، ولا انت لازم تقول اي حاجه؟ يا استاذ لما بص يا استاذ نعم. لما حضرتك بس اديك معلومه صغيره. حضرتك لما تيجي تناقش واحد المفروض تناقشه، يعني انت مثلا هتناقش واحد ملحد، ما تقول له في ديني اسمعني يا استاذ لو سمحت، يا استاذ تسمعني عشان اكمل المعلومه عشان تفهم. لما حضرتك تيجي تناقش ملحد مثلا، ما تقول له في ديني كده، لان هو اساسا لا يقتنع بدينك. فالمفروض ان انت بتناقشه ايه؟ عقلا، او حتى لو الملحد ده عنده كتب فبتناقشه من خلال الكتب بتاعته، فما تقولوش عندي انا. انت قلتها اناقشه في كتبه هو. انا طرح الشبهه على الملحد، اذا اسمع جواب الملحد. يعني الملحد انا لما طيب انت حضرتك ما تقوليش في كتبي انا، قول انت عندك يا وليد مثلا ان صلاه النوافل واجبه على الانبياء. بس استاذ وليد، ما تقوليش عندي انا، يعني عندك انت. ما تقوليش، ما تلزمني بكتبك انت. طيب انا ما التزم بيها. طيب انا اعطيك جواب. طيب بس استناني دقيقه، تمام؟ هو نقاش. انت تقول اولا من ناحيه الامور انت طرحت تشوفها في دين الشيعه، انا من نفسي اردك من دين الشيعه. انا لو طرحت لك موضوع يا باشا سيبك من بالله عليك، سيبك من كلام الحمير يا باشا. يا باشا سيبك من كلام حمير. طيب هيوديكوا في داهيه، هتستعمل كلام. طب انا حذرتك، انا قلت لك اهو في البدايه. طيب سيبك من كلام حمير لانه هيوديك في داهيه. اللهم بلغت. اتفضل بقى. طيب دقيقه. من ناحيه مجالس العزاء، تمام؟ من ناحيه مجالس العزاء على الامه، تمام؟ في امور تفرض عليهم ولا تفرض علينا. عندهم واجبه، احنا عندنا مستحبه. هاي من هاي النقطه. اما من ناحيه النقطه ان تقول الامام علي، نعم احنا عندنا انه الائمه الانبياء الانبياء والاوصياء مسيرين ليس مخيرين. تفضل. طيب جميل قوي.
أنت بداية تقول أن فرض على الأئمة مجالس العزاء وليست مفروضة علينا، مع ان سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه والنبي لو سمحت خلينا اكمل. انا سكت لما انت كملت. مطلق وليس محكم يا طيب استاذ لو سمحت خلينا اكمل. لو سمحت عفوا تفضل. اولا انت تقولت على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لان انا عندي اكثر من 30 دليل ان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن مجالس العزاء وعن اللطم وعن التطبير وعن النياحه. طيب خلاص طيب. يبقى دي النقطة الأولى. ما تقول لي عندنا يبقى تديني دليل، ما تقول لي كده وخلاص. تمام. والدليل لازم يكون صحيح حتى لو من كتب. يا أستاذ خلينا أكمل. يا أستاذ خلينا أكمل. طيب كم. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بتقول عندنا أن الأئمة مسيرون وليس مخيرون. مسيرون وليس مخيرون، صح؟ نعم. جميل أوي. طيب الإنسان المسير ده لا يحتاج إلى عقل، لا يحتاج إلى تدبر، لا يحتاج إلى تفكر. فهل علي بن أبي طالب كان يتدبر؟ لا أجاوبك في النقطة وارجع كمل. احنا عندنا في حديث يقول الإمام علي: لولا كل ليلة خميس أمدنا الله بعلمه لنفذ علمنا. يا باشا أنت في فرق ما بين إن أنا أمدك بعلم وفي فرق ما بين إن أنت مسير. نعم يا باشا. نعم. ما تدخل حواري عشان ما تفرعناش المسألة. يا أستاذ أنت مش عارف حضرتك الفرق بين التخيير والتيسير والعلم أو إعطاء العلم. إحنا بنتكلم على أنه مسير. يعني مثلا علي دلوقتي ماشي في طريق. لو سمحت خلينا أكمل. أنت ليه بتقاطعني؟ أنا أعطيك مطلق. يا أستاذ أنت ليه بتقاطعني؟ مطلق. يا أستاذ أنت ليه بتقاطعني؟ لا بتكلمني بالمطلقات. يا أستاذ كلمة مسير. يا أستاذ كلمة مسير يعني معناه يا علي قوم البس الشراب، يا علي البس حذائك، يا علي ادخل الشارع اليمين، يا علي ما تدخلش الشمال، يا علي قوم اتوضى، يا علي قوم كل، يا علي قوم انكح السيدة فاطمة. نعم. يا علي قوم اعمل كذا، يا علي قوم صلي، يا علي. يبقى ما أساسا علي بن أبي طالب ليس له تفكير أو اجتهاد أو تدبر حتى. صحيح. صحيح. نعم. نعم يعني نعم أنت موافقني؟ نعم أنت طلعت الشبهة. نعم موضوع التسيير التسيير ده يعني معناه ايه؟ ادالك بمثال بسيط. هذا لا يعني انه ليس لديه عقل. يا باشا ليس له عقل اساسا، ليس له عقل ولا يستخدم العقل. طيب اسالك، الرسول عندكم مخير ام مسير؟ النبي صلى الله عليه وسلم مخير. عندكم مخير؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويلقى عليه كلام فيتفكر فيه وينفذه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي عندكم. طب اسمعني بس اسمعني. لا قول لي دليلك ايه؟ انا لا انا يا باشا قول لي دليلك ايه؟ طيب ما تهرب قول لي دليلك ايه؟ طيب استناني ثانية. يا باشا ما تلقي شبهة. قول لي الأول ما هو دليلك عقليا. طيب اثبت من الآن دليل عقلي أم روائي تريد؟ حسبت لك عقلي وروائي. لا ماكو عقلي وروائي. لا يا أستاذ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا باشا حسبت لك عقلي وروائي. يعني الاثنين لما يجوا مع بعض ده فل. أنا مش عاوز دليل. ما في حاجة اسمها مش عاوز دليل غصب عنك. الله عز وجل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم، يعني لماذا تحرم؟ يا أيها النبي لم تحرم، لماذا تحرم؟ فعندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم كمسير أم كمخير؟ اتفضل يلا. لو سمحت يا أستاذ وليد، لو سمحت أرجوك لو سمحت. هذا لغة القرآن إياك يعني واسمع يا جارة. أي في القرآن يا باشا بص أنا ما بحب القلوب. هاتني بص بس اسمعني. الرسول يا باشا الآية بتقول يا باشا ما يكذبوا عليك. لا حول.
يا باشا ما يكذبوا عليك وتيجي تكذب علينا، ما يكذبوا عليك وتيجي تكذب علينا. ليه؟ لأن الآية تقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الكلام موجه للنبي، لو موجه لغير النبي فمن الذي يبتغي مرضات أزواجه في الآية؟ سؤال، من الذي يبتغي مرضات أزواجه في الآية إذا كانت الآية تخص غيره؟ سؤال واقعي، من الذي يبتغي المرضات في الآية؟ هو النبي أم غير النبي؟ تفضل. 5 ثواني أرد النقطة وأردك أستاذ وليد. 5 ثواني والله، بس 5 ثواني انطيني. أنت تقول الآية اللي أنا أقول أنه إياك عني ويسمع يا جارة، في قوله تعالى يا النبي لا تكفر. هل الرسول يكفر؟ يا باشا لا. بص يا أستاذ، يا باشا يا باشا يا أستاذ يا أستاذ لو سمحت انت تعرف بالظبط انتوا ايه؟ زي ما بنقول لكم هاتوا آية على إمامة علي بن أبي طالب تقول لي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. طيب يا عم علي بن أبي طالب يا أستاذ الأول نحل الإشكالية الأول لو سمحت. لو سمحت نحل الإشكالية الأول. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا. يا أستاذ نحل الأول إشكالية يا أيها النبي لما تحرم، وبعد كده خش في أي آية. قول لي يا وليد يا اسماعيل لو سمحت حل لي الإشكالية دي. بالأول نخلص من الشبهة اللي طارحها علي شارك في التخلص من فاطمة. علي لماذا فرح؟ نخلص وبعدين نطرح الشبهة اللي أنت عاوزها. لا يا باشا، يبقى أنت كده بترجعنا للنقطة الأولى. يبقى أنت كده ما عندك جواب على أنه مسير أم مخير، وما عندك جواب على آية التحريم، فعايز ترجعنا للنقطة الأولى. لا أنا عندي، بس نرجع. بص أعطني في أي موضوع تمام. لا أنا لسه ما زلت في موضوع يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. من الذي يبتغي مرضات أزواجه في الآية؟ من هو؟ طيب من الذي يبتغي المرضات في الآية؟ طيب أنا لو جاوبتك، أنا أصلا حتى لو جاوبتك هذا ما له دخل موضوع التسليم. يا باشا من الذي يبتغي المرضات في الآية؟ لو سمحت يا إنسان يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، من الذي يا راجل يا طيب؟ أستاذ وليد أنا أعطيتك جواب يا راجل يا طيب. نعيد تاني، من الذي يبتغي المرضات في الآية؟ لا تحكمني بسؤال. انت اعطيتنا آية يا راجل يا طيب، الى مرحله انه رسول الله اتخذ قرار. يا عم الطيب، يا استاذ يا طيب، يا باشا يا بتاع المباشر. انا عارف انت وين تريد توصل، انا عارف انت وين تريد توصل. تريد توصل لي انه رسول الله اتخذ قرار من تلقاء نفسه، وهذا غلط. هذا يعني مع احترامي من جهل المعلومه. معلش اخذ القرار منين؟ من تلقاء نفسه، يعني معناه مسير ولا مخير؟ لا مع احترامي هذا من ضعف العقيده، من ضعف العقيده. انت لا تعلم ان القران الكريم اياك يعني واسمع يا جاره. انا طيب اردك في الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى يقول فيها يا ايها النبي لا تكفر. طيب هنا النبي كفر؟ فين؟ معلش هنا النبي كفر؟ فين الايه اللي بتقول يا ايها النبي لا تكفر؟ معلش لو سمحت جاوبنا على فين الايه؟ معلش حاججتني معلش يا استاذ طيب انا اردك يا استاذ، فين الايه التي تقول للنبي لا تكفر؟ يعني ما فيش ايه تقول انه هي فين؟ انا اول مره اسمع في ايه بتقول له يا ايها النبي لا تكفر. يعني ما فيش ايه اصلا؟ هي فين؟ ما انا عايز اعرفها فين. طيب استنى ثانية استاذ وليد. مش قلت لك حذرتك وقلت لك حمير هيورطك، حمير هيورطك. لا على فكره بالنسبه للايه موجوده. انت حر، لا تحضرني انت حر. لا تحضرني. المهم ان احنا في الايه الاولانيه قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مخير. نعم تمام. النبي
لا، النبي لو مخير معناته انه النبي يعطي اوامر من تلقاء نفسه. يا باشا قول لي فهمني، معلش قول لي يا وليد فهمني. بص يا استاذ قول لي يا وليد لو سمحت فهمني يعني ايه مسير ومخير، وهل النبي صلى الله عليه وسلم مسير بس ولا مخير بس، ولا مخير في بعض الاشياء ومسير في بعض الاشياء التانية؟ قول لي. لا انا اكلمك قول لي وانا فاهمك، يعني لكن ما تعمل كده، ما تاخد من واحد مخه رأسه حمار وتيجي هنا. لا ما اخذ من واحد، الحمد لله والشكر. ولا شيء. شوف استاذ وليد، اتفضل. طيب هات لنا الآية التي تقول يا ايها النبي لا تكفر. لي ما علي. انا شوف، انا واحد بص، انا اقول لك شغله، انا اكثر انسان، انا شيعي بس اكثر انسان يحتقر المعممين الشيعه. ممكن عندهم تدليسات، انا ما عندي رحمه. معلش يا استاذ لازم نفكر شويه. انت قلت في الآية يا ايها النبي، يبقى الكلام لغير النبي، يعني الكلام موجه للنبي. واسمعي يا جار، تمام؟ اسمعني بس. اولا كلامك بالمنطوق غلط. ليه؟ لانه من الممكن ان الله عز وجل فعلها اكثر من مره وكثير جدا. كان يقول يا ايها الذين امنوا، يا ايها الناس امنوا بالله ورسوله. يا استاذ اسمعني بس. يعني اذا من الممكن ان يوجه الله عز وجل الخطاب للذين امنوا، او يوجه الخطاب مباشره للناس. مش لازم يلف اللفه ديت. يعني مش لازم انا اجي اشاور على النبي واقول يا نبي ما تعملش كده عشان يبقى الكلام موجه لمن؟ لغيره. لا، هناك قاعده. اسمعني هناك قاعده: اذا وجه الكلام للاعلى يراد به الاعلى والادنى، ولكن اذا وجه الكلام للادنى لا يراد به الاعلى. فهمت؟ هاي بالدقيقة. يعني الله عز وجل عندما اسمعني بس، قاعدة ليست دينية يا باشا. ما ده استنباطا يا استاذ، استنباطا زي ما انت حضرتك استنبطت. يعني انا اقول لك حاجة: من اين اتيت ان الكلام للجارة وليس للنبي؟ جبته منين؟ جبته؟ من كتب مين؟ جبته منين؟ ان الكلام جبته منين انت؟ ما برضه استنباط. اسمع يا جاره، هذا مصطلح فقهي متفق عليه. يعني هو ده مصطلح واللي انا بقوله ده بطيخ؟ ما برضه يا ابني لا بس اسالك، هذا موجود عندكم او لا؟ يا ابني المسألة مش موجودة عندكم يا ابني. لازم نعرف اساسا قيلت ليه. لا حول ولا قوة الا بالله. بس استاذ وليد، بص يا استاذ انت حضرتك تعلم. بص حضرتك تعلم ان هذه الآية اجمع علماءك على ان عتاب من الله للنبي. يبقى ازاي الخطاب؟ انا ماخذ علماء استاذ وليد. اعوف علمائك. طيب وايه رايك ان علمائك قالوا كمان في الآية دي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يكفر عن اليمين؟ اعوف علمائك. حاضر هعوفهم. حاضر بس انا علماء، مع احترامك، انا العلماء حاضر. عفتهم خلاص. عفتهم يا ابني. عفتهم وريحتك وارحت قلبك، لان انا عارف كل ما هتتزنق، كل ما هتصارخ، كل ما هتتعب. فانا ريحتك يا ابني من الموقف ده وخلاص. ريحته من الموقف وخلاص. والله ولا هيلاقي آية اساسا، ما هيلاقي آية. اي حاجه، اي الشيعي اي محشي في اي حل، اي محشي في اي حل. الآية بتقول يا ايها النبي خطابا للنبي: لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. يقول لك لا، دي مش موجهة للنبي، دي موجهة لغير النبي. طب ازاي لغير النبي وهي اساسا في موقف معين حصل للنبي؟ نفهمها ازاي بقى دي؟ يعني موقف معين حصل للنبي. الموقف حصل للنبي وحصل مع زوجات النبي. يبقى النبي وزوجات النبي، والآية بتحكي لنا قصة. يبقى ازاي كلام موجه لغير النبي؟ استغفر الله العظيم يا رب. اتفضل.
قالوا اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أبو العباس. اتفضل يا أبا العباس. كيف الحال؟ والله بخير حال. شيخنا الغالي، لقد سئمنا من أكاذيب الشيعة ومن أقاويلهم ومن وضعهم وكذبهم في هذه الحوادث بين فاطمة والخلفاء، يعني من بعد وفاة النبي سئمنا. وأنا الآن نيابة عن الشيعة نرفع جميع هذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على علي وفاطمة ونضعها في سلة المهملات. ممكن حضرتك الله. أيها الرجل الطيب، الرجل الصالح، الرجل المؤمن، تخبرنا بالحق بما هو حق وصحيح عندكم يا أهل السنة والجماعة؟ ماذا حدث لفاطمة التي عاشت 6 أشهر بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله؟ ما الأحداث التي مرت عليها لحين ما توفت؟ ولماذا دفنت سرا بالليل؟ ولماذا لم ترضى أن تشيع؟ ممكن تجاوبني بالأحاديث الصحيحة الموجودة عند أهل السنة وليه والجماعة؟ أروح لأحاديث أساسا؟ وليه وليه أروح لفاطمة لأحاديث؟ خلال أنا 6 امبارح أشهر قرأت لك حديث. لحين وفاتها ودعت من سخافات الشيعة ماشي وأحاديثهم خلاص، المكذوبة. دعنا من سخافات تفضل. الشيعة، ما فيش مشكلة، ونستند تفضل. برضو لأقوال تفضل. الشيعة. يعني امبارح أنا لما قرأت لك الرواية، قرأت لك قبلها رواية أن السيدة فاطمة أوصت علي بن أبي طالب لأنها حيية أن تدفن ليلا ولا يصلي عليها الرجال. ده في كتبكم انتم مش في كتبي أنا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، زي ما ماتت السيدة فاطمة صغيرة، أيضا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة إخوات السيدة فاطمة زوجات عثمان بن عفان توفاهن الله وهن صغار أيضا. منو أسمائهن؟ أسمائهن منو؟ هيكون أسماء زينب ورقية. هل قال الرسول تمام. إن الله لا يغضب لغضب زينب؟ اسمعني بس، اسمعني بس لو سمحت. الله عز وجل هل قال هكذا؟ الله ايه؟ هل قال النبي ان الله لا يرضى لرضا زينب ويغضب لغضبها؟ يا باشا اسمعني بس، انت كده دخلت بقصة ثانية. انت كده دخلت بقصة ثانية. لا انت لا تدخلني ذني زوجات انت دخلت بقصة ثانية. انت سألت عن فاطمة وانا بجاوبك. انت دخلت بقصة ثانية. تجيب لي زوجات عثمان. تمام. انا قلت لك ايه؟ انا بقول لك ايه يا ابو العباس؟ ابو العباس اهدى بس شوية. ابو العباس اهدى شوية. ابو العباس اهدى شوية. انت سألتني، تمام، فانا جاوبتك، قلت لك زي ما توفيت صغيرة سيدة فاطمة ايضا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم توفاهن الله وهن صغار. ما اخطأت، ما تجاوزت. شيخ وليد، تمام. سيدنا اسمعني بس، النبي صلى الله عليه وسلم، لو تتهرب من سؤالي. لو سمحت أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم صغار أم كبار؟ شيخ وليد لا تهرب من سؤالي. يا أبناء النبي وبنات النبي. يا أستاذ احنا لسه في حتة معينة، وقلت لك دع سخافات الشيعة يا أستاذ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أستاذ تفضل. أبناء النبي صلى الله عليه وسلم توفاهم الله وهم صغار، اللي هم الذكور، تمام، والبنات الله عز وجل توفاهن وهم صغار، وفاطمة توفاها الله عز وجل وهي صغيرة. ألا يوحي الشيء ده بشيء؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، اسمعني بس، اسمعني. أنت تقول وناقشتك امبارح، واللي ناقشتك فيه امبارح جيت نسيته النهارده. لما تحدثني أأتي لك برواية من كتبك أن هذا الحديث قيل في علي ولم يقال في أبي بكر الصديق، وعندما أتيت لك به قلت لي أمام الناس هروح أراجعه وارجع تاني، ولما رجعت ما كلمتش في صلب الرواية نفسها، اتكلمت على أبي بكر الصديق. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الخلاف اللي كان بين السيدة فاطمة وبين
أبي بكر الصديق هو خلاف على آية، وبرضه خلاف على آية وحديث، وجاوبتك برضه عليه امبارح، ورجعت تاني تكرره النهارده لما جاوبت عليك وقلت لك هل الآية أو حكم حديث ينسخ حكم آية؟ هل حكم حديث ينسخ حكم آية؟ سؤال يا أبو العباس جاوبنا عليه. شيخ وليد، أنا على راسي، أنت لم تجبني عن سؤالي يا أخي، أنت جاي تهرب من سؤالي. أنا سؤالي محدد بخصوص فاطمة الزهراء، ما له علاقة بأولادها وأخوتها وعلي. فاطمة وعلاقتها، هل هناك كانت الأمور منسيابية بعد وفاة بعد السقيفة؟ عندما 6 أشهر توفت فاطمة، خلال ال6 أشهر هل كانت الأمور طبيعية؟ هل هناك جماعة اعترضوا لم يبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وجاءوا إلى بيت فاطمة وهددوا هذه الجماعة أن يخرجوا ويبايعوا؟ سولف لي من مصادركم، احنا كذابين الشيعة. خلاص خلصت يا ابو العباس. اي بس بهالحدود، لا تقول لي زينب ورقيه ومدري. ما انا بناقشك نقطه، ما فيش مشكله ندخل في الغويط. اولا الحديث اللي حضرتك تسمعني بس لا لو سمحت خليني اجاوب بقى، سيبني اجاوب. تفضل. اولا الحديث اللي انت حضرتك اعتمدت عليه اللي هو فيه مصنف ابن ابي شيبه فيه بعض العلل. اول عله اللي هي اسلم لم يحضر اساسا القصه، والعلة الثانية إذا كان أسلم حضر القصة فكيف سمع ما دار بين علي والزبير وفاطمة تمام جوه البيت. العلة مش العلة بقى، لو احنا أخذنا من الحديث فالحديث فيه أن السيدة فاطمة قالت لعلي بن أبي طالب أن اذهبوا، والله بنساها دي دايما اللي هي اذهبوا إيه؟ ابن ابي الخطاب اجى لا قالت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، والزبير قالت له ايه؟ اذهبوا راشدين. اذا معناها ان الراي اللي هياخدوه فيه الرشاد، والراي الذي اخذوه هو مبايعه. لو سمحت خلينا اكمل. والراي الذي اخذوه هو مبايعه ابي بكر الصديق، اذا رايهم فيه الرشاد. دي النقطه الاولى في مصنف ابن ابي شيبه. نرجع بقى لمسألة السيدة فاطمة وغضبها من أبي بكر الصديق. غضب السيدة فاطمة من أبي بكر الصديق، وبقولها بكل عسي، ليس له قيمة، ليس له قيمة، ليس له قيمة. ليه؟ لأنه مخالف لشرع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، والنبي هو من قال اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا، واعملي يا صفية فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ما عندنا. طيب جميل قوي. طب انت ليه يا وليد حليت حسك وصوتك بأن غضب فاطمة ليس له قيمة؟ عشان كل واحد يلزم حدوده، عشان كل واحد يلزم حدوده. هقول لك ليه. اولا اذا كان ابي بكر الصديق سلب حق فاطمه واغضبها، فايضا عندكم الائمه اغضبوا فاطمه. ليه يا وليد؟ لانهم قالوا ان المراه لا ترث الارض ولا العقار، فمعنى ذلك انهم كذبوا فاطمه. شوف Herbruikbaar menstruatieondergoed van OB. Betrouwbare bescherming tot 12 uur lang. You don't need to change. نحن نقول أن فاطمة أخطأت، ولكنكم تقولون أن فاطمة كذبت. نحن نقول أن فاطمة أخطأت، وأنتم عندما منعتم المرأة أن ترث الأرض والعقار في الفقه الشيعي كذبتم فاطمة. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، عندما تأتي روايات عندكم وروايات صحيحة بأن الأنبياء لا يورثون فقد كذبتم فاطمة وصدقتم أبي بكر الصديق.
وضحت يا عمنا؟ يبقى إذا غضب فاطمة لا يمثل شيء. النقطة بقى الأخيرة ألا وهي غضب فاطمة. غضب فاطمة يعتمد إذا كان غضبا لله، إذا كان غضبا لله، فإذا كان الغضب ليس لله لا يعتمد. بدليل لو اعتمدتم جميع غضب فاطمة، ففاطمة غضبت على علي بن أبي طالب أكثر من 3 مرات، غضبت على علي بن أبي طالب. فأثناء غضب فاطمة على علي بن أبي طالب هل كان النبي غاضبا على علي؟ هل كان الله غاضبا على علي؟ تفضل. شيخ وليد، اولا الحديث انت بترته مع اذهبوا راشدين، بترته انت، لانه قالت فاطمه قالت لهم هذا ابن الخطاب هدد ان يحرق البيت ووالله لا يمضين فيما قال، يعني يحرق بيتي، قوموا طلعوا احسن لكم. قالت لهم ايه؟ فاذهبوا ايه؟ هاي وحده. لا ما بطرت. قالت لهم معلش هاي وحده. لا والله ما عديك منها، والله ما عديك منها. إيه؟ والله ما عديك منها. تفضل. انا جبت نهايه الحديث لم ابطر، قلت مستدلا. قالت لهم فاذهبوا راشدين. اذا القرار الذي يتخذه علي بن ابي طالب فيه الرشاد ام لا؟ يعني انت ما رويت للمستمعين يا باشا. رويته امبارح يا باشا، رويته امبارح. انا بكلمك الان. يعني قال عندما قالت السيده فاطمه فاذهبوا راشدين، هل قرار علي بن ابي طالب سيكون فيه الرشاد ام لا؟ فيه الرشاد. اذا فيه الرشاد. ماذا فعل علي؟ بايع ام لا؟ انت تجاوبني، انا جاي اسالك. لا انا بسالك على متن الحديث، انا بسالك على متن الحديث. احنا كذابين. اذهبوا. لا يا استاذ، انا بسالك على الحديث، انا بسالك على فهمك للحديث. اذهبوا راشدين فبايع علي. اذا بيعت علي بن ابي طالب لابي بكر الصديق فيها الرشاد ام لا؟ شيخ وليد، احنا قلت لك كل حديثنا كذب، احنا نقول علي ما بايع. اي كذب. إذا بيعة علي بن أبي طالب كان فيها الرشاد أم لا؟ إيه أنت جاوبني، حضرتك جاوبني. أنا بسألك، أنت اللي جبت الحديث وأنا بسألك في الحديث. إذا كان هي السيدة فاطمة قالت لعلي اذهبوا راشدين، إذا قرار علي بن أبي طالب الذي سيتخذه فيه الرشاد، هل بايع أم لم يبايع في الحديث؟ استشهدت بهذا الحديث، اريد ابين انه عمر هدد فاطمه، قال لها احنا نحبك. عمر ما هدد، ما تكذب، ما تكذب. قال اذا ما يطلعون احرق بيتي. ما تكذب، ما تكذب. عمر لم يهدد فاطمه، واجيب لك الحديث الان واديني كلمه واحده انه هدد فاطمه. طلع خلي يشوفون الاخوان. هنطلع ماشي، يلا. نفس المصدر. هوريهولك، لو مش هو قول مش هو. تفضل. لو مش هو قول مش هو. اقول لك هو او مو هو، تفضل. ماشي. تفضل. صدق يالا ممكن يطلع مش هو. استنى اقرا لك. ماشي اهو. تفضل. اهو. حدثنا محمد بن بشير الى اخره. تمام. حين بويع لابي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الحديث اساسا عندنا صلى الله عليه وسلم هم بيشيلوها يحطوا صاد. طب ما تاخدوه زي ما هو واكتبوا عليه واله. ماشي. كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله، ما من الخلق أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك. يبقى كده عمر بيحب ابوها وبيحبها ولا لا؟ لحد هنا خلينا ماشيين واحده واحده. كمل. لا والله ما كمل. والله ما كمل.
بيحبها وبيحب ابوها ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. كمل خويا كمل. لا انا هاخد منك بس اعتراف الاول، لحد هنا بيحبها ويحب ابوها ولا لا؟ حسب ظاهر الحديث نعم يحبها. كمل. تمام الحمد لله. وايم الله ما ذلك بمانع هذا الاريده. ايوه اسمع بس، اسمع. وايم الله وما ذلك بمانع ان اجتمع هؤلاء. كلمة هؤلاء تشمل فاطمة؟ ما تشملهم. كمل. الله اكبر. واحدة احنا ماشيين اهو، ما تستعجلش على رزقك. كمل. ما تستعجلش على رزقك، احنا ماشيين اهو. تمام. وايم الله ما ذلك بمانع ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امر بهم. كلمة بهم تدخل بها فيها فاطمة؟ كمل. لا والله ما كمل. لا واحدة. كلمة بهم واحدة. ما تدخل. كمل. ما تدخل. الحمد لله. كمل. أن يحرق عليهم البيت. عليهم تدخل فيها فاطمة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بلسانك يا شيخ وليد. والله ما سيبك. كلمة عليهم تدخل. لا والله ما سيبك. والله ما سيبك. كلمة عليهم تدخل فيها فاطمة؟ هدد بحرق بيت فاطمة يا باشا لسه احنا ماشيين في الطريق. كلمة عليهم تدخل فيها فاطمة؟ كمل. لا والله ما سيبك. الأول تقول لي الأول كلمة عليهم تدخل فيها فاطمة؟ لحد الآن ما داخل فاطمة. الحمد لله. قال فلما خرج عمر جاءوها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم. كلمة عليكم فيها فاطمة؟ ما بي فاطمة. كمل. الحمد لله. وأيم الله ليمضين لما حلف عليه فانصرفوا راشدين فيروا رأيكم. الزبير وعلي كانوا اسمعني راشدين. نعم. فيروا رأيكم ولا ترجعوا إليه فانصرفوا عنها ولم يرجعوا إليه حتى بايعوا لأبي بكر. آخر بقى سؤال هنا. نعم. آخر سؤال. نعم. هل البيت بيت فاطمة أم بيت علي؟ بيت فاطمة وبيت علي. لا والله ما سيبك. والله ما سيبك. البيت بيت الرجل أم بيت المرأة؟ يعني علي ساكن في دار امرأة؟ نعم يا شيخ وليد. هذا الحديث أنا ما سألتك عن الحديث. أنا ما سألتك عن الحديث. ليس من أنا ما سألتك عن الحديث. أنا سألتك يا أبو العباس. أنا سألتك هل البيت بيت علي أم بيت فاطمة؟ إذا هو بيت علي ليش يحكوا يا فاطمة عمر؟ الله أكبر. لأنه عندما ذهب على الرواية لم يجد إلا فاطمة، ما كان علي في البيت. شلون أنت سابقا من الشيعة يقولوا لك علي ما موجود تقول لا موجود؟ علي ما موجود. شلون؟ لا أنت دخلت في قصة تانية. علي ما موجود، ده في الدار. علي ده ما موجود في الدار. شيخ وليد عندكم في قصة سليم. لو كان رسول الله ما تلف وتدور. والله ما سيبك تلف وتدور. ويتكلم عمر. والله ما سيبك تلف وتدور. لو كان رسول الله. والله احنا مش اتفقنا. اسمعني بس اسمعني. اذكرك بكلامك يا ابو العباس اللي انا ما انساه. من الخليفة يا ابو العباس قلت لك هجيب لك الرواية وهات لي كلمة واحدة ان عمر هدد فاطمة ولم تأتي بكلمة واحدة والحمد لله. خلاص طيب استنى احنا لسه ما خلصناش واحنا خلصنا. طب ما رأيك أن الذي فعله، مع أن الرواية أنا أراها رواية باطلة وليست بصحيحة، هل ما فعله علي بن أبي طالب هو الإسلام؟ هل ما فعله عمر بن الخطاب هو الإسلام ولا لا؟ يعني هذا وصية رسول الله أذكركم في أهل بيتي تريد تحرق؟ لا ما كلمتك كده. ما كلمتك كده. أنا بكلم على الذي يخالف الإمام. أنا أكلمك الآن يا باشا. أذكركم اسمعني بس. اسمعني. آخر بوم. تفضل. هل علي بن أبي طالب يرى شرعا قتل من لم يبايع؟ قتل من لا يبايع؟ لا.
طيب جميل قوي. اسمعني بس، اسمعني. هل علي بن ابي طالب، اسمعني بس، اسمعني بس، اسمعني بس، اسمعني لو سمحت، اسمعني للاخر عشان بس ما نقطع الحديث. تفضل. هل علي بن ابي طالب يرى قتل، يرى عض من يخرج عن الجماعه ابتداء، وان خرج عن الجماعه يقتل؟ ها؟ لا طب لا جميل. لا، ما بشرط ان لا بس اسكت بقى، اسكت بقى. تفضل. يا رب اهديه. بص كده بوع. تفضل. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على الرجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين. نعم. أبو عباس لسه حي ولا مت؟ أنا جاي أستمع وياك. يعني أنت جاي تستمع بس؟ نعم. إيه تفضل. ما أنا اتفضلت. أنت تريد تقيس معاوية بعلي؟ أنا ما استولى معاوية بعلي، إحنا كنا بنتكلم في مسألة يعني علي الخروج على طاعة ولي الأمر، الخروج عن البيعة. شيخ وليد، أنا حتى ذا تسد التليفون بوجهي، حتى ذا تقول لي بوم، أنا ما يخالف، موافق، بس أنا أقول لك آخر شيء، راح أحكي لك آخر شيء: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، هكذا أجي أهدد بحرق بيت علي وفاطمة. خلاص، هو هاي أذكركم انت الله كلامك في أهل جميل يا بيتي. ابو عباس، انت كلامك جميل. عن تشيل شخصيه. اسمعني بس، اسمعني. والله اخر حاجه هقولها لك، لان البرنامج اساسا خلص. اخر حاجه هقولها لك: هنشيل شخصيه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وهنحط شخصيه ابو العباس. الآن أنت أبو العباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ثم جاءتك فاطمة تطلب الميراث. هل تنفذ كلام النبي أم تنفذ كلام فاطمة؟ أشيل نعال فاطمة وأخليه فوق راسي. يعني مش هتنفذ كلام النبي؟ ما أنفذ، لأن هاي من أهل البيت، هاي المطهرة. طيب شكرا لك. كده أنت وصلت خلاص. يبقى المسألة مسألة عاطفية. يبقى المسألة مسألة عاطفة. ده أنا قلت له لو سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعتها من النبي: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وجاءتك فاطمة تطلب الميراث، أتسمع كلام النبي أم تسمع كلام فاطمة؟ قال لك أسمع كلام فاطمة. يبقى كده دخلنا في مسألة العاطفة، والعاطفة ما تنفع في دين. العاطفة ما تنفع في دين. ولكن برضه أبو العباس: اذهب للذين كذبوا فاطمة وقالوا أن المرأة لا ترث الأرض ولا العقار، وبذلك كذبوا فاطمة. اذهب إلى كتب الشيعة التي قالت ونقلت أن الأنبياء لا يورثون، وما يتركونه ما هو إلا صدقة. فهذه الأحاديث أيضا كذبت فاطمة والعياذ بالله. نحن نقول أن فاطمة أخطأت، وأنتم تقولون أن فاطمة كذبت والعياذ بالله. الحمد لله رب العالمين يا أخوانا، وإن شاء الله بكرة نلتقي، وإن شاء الله في نفس الموضوع بكرة بإذن الله تعالى، مش هنغيره لحد ما نحرك عقول الشيعة. وزي ما قال الأخ المصري: والله نحن ندافع عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونريد لكم الخير، وإذا تماشينا معكم والله واحد ملحد ب3 ساغ هيضربنا احنا الاتنين بالنعال، لأن احنا لو ماشيين على النهج الشيعي مش هنقدر نرد على حد، لأنها كلها بصراحة سخافات.